قمة المناخ يا جماعة، أنا عشت الاقتصاد المصري ب 2 مليار بعد يوم 11/11 والاستقرار اللي حصل في الدولة. طبيعي الترويج لمظاهرات والكلام ده كله بيعمل قلق في الاقتصاد. أي دولة في العالم بتتأثر بالموضوع ده، أي دولة في العالم لو فيها ترويج للمظاهرات فبتتأثر. فإكمن الشعب خاف على بلده وحافظ على البلد دي. الاقتصاد انتعش ب 2 مليار دولار بسبب قمة المناخ المقامة في شرم الشيخ. عشان تعرفوا ان الايام اللي جايه هتبقى فيها خير لمصر، تفرق كتير قوي. الفتره ما من اول السنه، اول 3 شهور في السنه الجديده، الفلوس اللي دخلت مصر دي هتبان قوي 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 في بدايه السنه الجديده. يعني اول 3 شهور في السنه الجديده هتبتدي الاسعار تظبط تاني للمستوى الطبيعي بتاعها بقى، اللي هي الزيادات اللي هي العاديه خالص، اللي هي مش الزيادات الجامده اللي زادت الفتره اللي فاتت. القمه جت على مصر بالايجاب، يعني القمه جت على مصر بالايجاب مع وجود تظاهرات الناس كانت بتعلن عنها، الناس اللي هي ضد الدولة أو التحريض اللي كان موجود. فكل ده بقى مستقر، يعني كل ده بقى مستقر دلوقتي. فعشان كده الفترة اللي جاية دي يعني هتبان عليها قوي مصر الفلوس اللي دخلت فيها دي. طبيعي ممكن الناس تيجي تقول لك ده هيحطها في المشاريع اللي بيعملها والكلام ده. لا لا، الفلوس اللي جايه دي خبراء اقتصاديين اتكلموا ان هي هتتحط في الميزانيه بتاعت الدوله عشان تساعد الاقتصاد المصري في الانتعاش مره تانية. كمان من ضمن الفلوس دي هتتحط في البنك المركزي عشان توزن الجنيه المصري، عشان خاطر الدولار ما يبقاش في الارتفاع الرهيب اللي هو فيه ده. علشان كده من بداية السنة أول 3 شهور أو أكثر بالكتير 4 شهور هيبان الفرق اللي حصل جامد قوي في الفترة بتاع علو الدولار الفترة اللي فاتت دي. هيجوا بقى اللي عايز يشتري بقى حاجة واللي عايز يبني واللي عايز يتجوز، كل ده هيفرق مع الناس اللي حاجة ب 10000 جنيه هيبص لها ب6، هيبص لها ب7 أقصى حاجة. بس كل ده من بداية السنة الجديدة، لأن طبعا طبيعي فلوس اتحطت في الاقتصاد مش تاني يوم على طول هتبان، طبيعي لازم يبقى فيها 4 5 شهور. فأنا بقول لك عشان كده أول 3 شهور في السنة الجديدة هيبتدي يبان المفعول بتاع المؤتمر. الدول الكبرى جت، طبعا من بدايتها أمريكا الولايات المتحدة. كل الدول دي يا جماعة ضخت فلوس في قلب مصر في مؤتمر المناخ دوت. فالفترة الجاية مصر هتشهد انتعاش قوي في الاقتصاد بتاعها، الجنيه بتاعها هيتوازن قصاد الدولار، مصر بخير وهتفضل بخير. والفترة الجاية دي هيبقى فيها خير جامد جدا للشعب المصري. كمان بعد ما اثبتوا وجودهم يوم 11/11 انه شعب خايف على البلد وعايز يحافظ على البلد، وكله في الاول وفي الاخر عشان خاطر مصر، يعني كله في الاول وفي الاخر على خاطر الدولة المصرية. الناس اللي هي بتعاني من غلو الاسعار وفلوسها اللي جايه على قد المصاريف والكلام ده كله هتحسوا بفرق جامد قوي في بدايه السنه الجديده. بدايه السنه الجديده هتشهد حاجه كويسه جدا للشعب المصري. كمان هيبقى داخل رمضان فهتحسوا بالفرق ده جامد جدا في مع دخول رمضان، عشان الناس اللي بتعاني دايما يقول لك رمضان والحاجات غاليه والكلام ده كله. فالفتره الجايه دي فتره كويسه جدا جدا للدوله المصريه، ان شاء الله خير.